كنت شغالة على مشروع أحلامي. ثواني بس اخد نفس. بسم الله يا جماعة، وحشتوني جدا جدا جدا. أنا مش مصدقة بجد إن أنا بصور فيديو لليوتيوب. أخيرا رجعنا تاني بعد غياب أكتر من سنتين. الفيديو ده ارتجالي جدا، تلقائي جدا، مش هعمل أي مونتاج. أنا حطيت الكاميرا وقررت إن أنا أطلع أتكلم معاكم كده. وحشني قوي 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 إن أنا أتكلم معاكم ونرغي مع بعض ونصور فيديوز تاني. الفيديو ده انا عاملاه علشان حاجتين. اول حاجه ان انا اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا 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 جدا، وعايزه ادي حضن كبير لكل بنت بتتفرج عليا. وبجد بجد بجد انا اليوتيوب دايما بحسه في حته تانية خالص في قلبي، غير كل اكونت السوشيال ميديا بتاعتي. اليوتيوب في حته وكل الاكونتس الثانيه في حته تانية، لان بجد بحس اليوتيوب ده هو البدايه بتاعتي، اللي انا اول حاجه ابتديت بيها اليوتيوب. اولا عايزه اسلم عليكم واقول لكم ان احنا ان شاء الله هنرجع ننزل فيديوز تاني. ان شاء الله فيديو جديد هينزل كل اسبوع، لونج فيديوز. هتكون ان شاء الله حاجات كونتنت مفيد جدا، ومعظمه هيكون بيتكلم عن الميك اب. هنعمل ميك اب توتوريالز وشرح ميك اب فور بيجنرز، ميك اب للمبتدئين. هشرحه بطريقه مبسطه جدا، فاي حد نفسه يتعلم الميك اب يتابع الفيديوز ان شاء الله اللي هتنزل. انا ليه اختفيت من على اليوتيوب السنتين اللي فاتوا دول؟ انا كنت شغاله على مشروع احلامي، او يعني ده هدف من اهدافي من زمان جدا وكان نفسي اعمله، وهو الموقع بتاعي may.zone. وده اول واكبر موقع لتعليم الميك اب بالعربي. انا كان نفسي جدا 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 اعمل المشروع ده من زمان. من اول ما بقيت ميك اب ارتست ومن اول ما فتحت اليوتيوب شانل، وانا كان هدفي ان انا اساعد كل بنت ان هي تعرف تحط ميك اب بشكل كويس. وانا كان ده هدف اليوتيوب في الاول، ان انا عايزه اعلم الناس ازاي تستخدم البرودكت صح، وازاي يعني يبقى شكلها حلو ومبسوطه. وبعدين بعد كمان اليوتيوب حسيت ان اليوتيوب مش كفايه، انا عايزه اعلم تفاصيل التفاصيل 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 اكتر. فقررنا ان احنا نعمل الكورس ويكون بالعربي، لان في كورسز ميك اب بالانجلش اونلاين، فانا كنت حابه اعمل كورس اونلاين بالعربي. فانا ده كان حلمي بصراحه، ان انا عايزه اعلم كل بنت تعرف تحط ميك اب بطريقه كويسه جدا وتبقى واثقه في نفسها. لان زي ما انتم عارفين انا شغاله ميك اب ارتست، بروفيشنال ميك اب ارتست من 2014. فانا دايما ببقى شغاله في الباك ستيج. انا بشوف دايما في اي مناسبه ببقى انا بحط ميك اب للبنات، وبشوف اللي بيحصل ورا الكواليس قد ايه بيكونوا متوترين جدا. حتى اصحاب العروسه، اخوات العروسه ذات نفسها مش مبسوطه قوي مثلا، او خايفه قبل ما نعمل ميك اب تقولي طب انا عمري ما حطيت ميك اب قبل كده، وانا بقعد اهديها. وبيبقى دايما في رعب من الميك اب، مش عارفه ليه. وطبعا الحمد لله بتكون مبسوطه بعد ما بنعمل الميك اب. او بشوف وانا شغاله مع العروسه، بشوف اصحاب العروسه او اخوات العروسه بيحطوا ميك اب لنفسهم وعندهم غلطات كتيرة وصعبة جدا، وبيسألوني طب نعمل دي ازاي. او انا ببقى نفسي اشرح لهم، وانا في الباك ستيج كده ببقى نفسي اقف اعلم كل بنت، اقول لها لا ده بيتعمل كذا، ده بيتعمل كذا، ظبطي ده، اعملي ده كده. فانا مش بعرف اعمل ده، لان انا عندي شغل، وبيبقى هما وقت ضيق جدا ان انا اشتغله مع البرايد او العروسه وهمشي. فقررت ان انا طب وليه لا نعمل منصه بالعربي سهله، واي بنت تقدر وهي في البيت تتعلم تحط ميك اب بطريقه سهله جدا واحترافيه، مش هتتعبي ومش هتنزلي مكان بعيد، وانت قاعده في البيت. لو انت مامي، لو انت بتشتغلي، لو انت عندك اي ظروف وقتك صعبه في البيت وانت قاعده تفتحي الموبايل او اللابتوب وتتفرجي على الميك اب وتطبقيه معايا. فكانت هي دي الفكره اللي انا كنت عايزه اعملها. ما كناش عارفين نعملها ازاي في الاول، بس قررنا الحمد لله وخدنا هذا القرار من 3 سنين وشغالين على المنصه. والحمد لله المنصه دلوقتي بقالها 1.5 سنة. ودلوقتي عندنا كورسين على الموقع، كورس ميك اب شخصي للمبتدئين وكورس اطلالات مميزه.
وشغالين على الكورس الثالث بس مش هقول لكم امتى هنعمل اللانش. فانا كنت مشغوله جدا 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 بتصوير المحتوى بتاع الكورسات دي. اول كورس اللي بقول لكم عليه بتاع المبتدئين ده عباره عن 55 فيديو، والكورس الثاني عباره عن 70 فيديو. انتم متخيلين الكم قد ايه؟ كنا بنصور في استوديو بروفيشنال استوديو علشان يكون تصوير احترافي زي تصوير السينما وتشوفوا ادق التفاصيل. انا تعبت جدا جدا عشان يعني احقق الهدف ده. ذاكرت كتير جدا غير الحاجات كمان اللي انا عارفاها طبعا كميك اب ارتست. ذاكرت كتير قوي، اتمرنت كتير جدا قبل الكورس ده، وكنت عايزه احط مجهودي كله في يعني الكورسات دي شرح مكثف 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 بطريقه بسيطه جدا، وتشوفوا معايا ادق التفاصيل واحده واحده اكنكم قاعدين قدامي بتتعلموا. لان ده كان هدفي من الاول. يعني انا عايزه اساعد اي بنت نفسها تتعلم تحط ميك اب ومش عارفه، بتشتري برودكتس غاليه وتدفع فيها فلوس ومش عارفه تستخدمها، او بتشتري برودكتس بتدفع فلوس جدا في برودكتس ما تنفعش. يعني بتشتري برودكتس لا هي تنفع على نوع بشرتها ولا هي نفس الدرجه ولا يعني كلها غلط. فالهدف الكورس ده ان انت تتعلمي ازاي تتعاملي صح مع بشرتك، تعرفي نوع بشرتك، ازاي تحضري بشرتك صح، وازاي تشتري البرودكتس الصح المناسبه ليكي بالدرجه الصح، وكمان ازاي تعيدي توظيف البرودكتس اللي عندك. لو انت عندك برودكتس مثلا عايزه تعيدي توظيفها تاني بشكل مختلف، ده كمان اللي بعلمه في الكورس. فانا مبسوطه قوي 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 ان احنا اخيرا عملنا البروجكت ده وعملنا له لانشنج، وبقى عندي شويه وقت ان انا ارجع تاني اصور لليوتيوب لونج كونتنت، لان اللونج كونتنت ده بياخد وقت شويه غير الشورت كونتنت على الانستجرام بيبقى فيديو دقيقه او دقيقه ونص فبيبقى سريع. لكن اليوتيوب بحس ان انا يعني ببقى عايزه اقعد اتكلم معاكم كتير وكده. انا عايزه اقول لكم الفيديو ده مش هعمل له مونتاج، الفيديو ده هنزله كده زي ما هو، يعني اكننا قاعدين صحاب بنتكلم مع بعض، مش عايزه يكون طبيعي جدا. فهو ده كان سبب اختفائي السنتين اللي فاتوا، ان انا كنت شغاله على محتوى الكورسات بتاعي وعلى لانشنج الموقع بتاعي، اول موقع لتعليم الميك اب باللغه العربيه مايدل زون. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت وفي الكومنتس. فانا مبسوطه ان انا بشارك معاكم الخبر ده. وطبعا البنات اللي كانت تابعيني على انستجرام وتيك توك هم طبعا عارفين دلوقتي معانا اكتر من 3000 مشتركه الحمد لله دلوقتي بيتعلموا ميك اب من الاول. في منهم اللي بقوا يشتغلوا وبداوا فعلا يبقوا ميك اب ارتست، وفي اللي خلاص يعني ابتدينا من الاول خالص وبقوا يعرفوا يطبقوا على نفسهم ميك اب بشكل احترافي، وانا مبسوطه بيهم جدا من كل الدول العربيه. ده بالنسبه للكورسز. هقول لكم برضو باختصار جدا الكورسز عباره عن ايه. احنا دلوقتي على الموقع عندنا 2 كورسز. اول كورس هو الفور بيجنرز، هو كورس ميك اب شخصي للمبتدئين، والكورس الثاني هو ادفانسد شويه، هو كورس اطلالات مميزه. طيب هم عباره عن ايه وايه الفرق ما بينهم؟ اول كورس ده كان هدفي ان انا اعلم البنات اللي متعرفش اي حاجه خالص عن الميك اب ونفسها تتعلم ايا كان سنها. بنتعلم من الاول خالص مصطلحات الميك اب، من الاول خالص اساسيات الميك اب، البرودكت ده اسمه ايه وبستخدمه ازاي وبحطه فين في بشرتي. بدي من الاول خالص استخدامات الفرش، انواع البشره، تحضير البشره قبل الميك اب، باديه معاكي ستيب باي ستيب لحد ما تقدري تحطي تعملي لنفسك 3 لوكات ميك اب مختلفه. نو ميك اب سهل جدا، مجرد بس 3 تاتش كده وانت قاعده في البيت، او لو انت ما بتحبيش الميك اب بس عايزه يكون شكلك طبيعي. تاني لوك هو السوفت جلام ميك اب بالوان البيج والبني الرايقه الحلوه كده مع ايلاينر. وتالت لوك هو دراماتيك ميك اب لوك، لو انت عندك مناسبه ونفسك تحطي ميك اب بشكل كويس من غير ما تحتاجي ان انت تروحي الميك اب ارتست، فانا بشرح لك كل حاجه بالتفصيل، ازاي تحطي اي شادو وازاي تركبي دراماتيك لاشز رموش كثيفه شويه، توزعي الفاونديشن اللي هو الهاي كفرج بشكل طبيعي. فده الكورس الاول مناسب لاي حد عايز يبتدي بدايه صح، او حد ملوش في الميك اب خالص وعايز يتعلم. اما الكورس التاني هو كورس الاطلالات المميزه، ده عباره عن 70 فيديو تعليمي، وده عباره عن لوكات ادفانسد شويه للبنات اللي عايزه تطور من مهاراتها، او البنات اللي اوريدي بتعرف تحط ميك اب بس عايزه تتعلم التكنيكس بقى بتاعت الميك اب ارتست او حاجات يعني مميزه شويه.
وبرضه بشرحها بالتفصيل خالص من اول البرودكت ده اسمه ايه وبنستخدمه ازاي صح، كل حاجه. انتوا عارفيني انا بحب التفاصيل قوي. الكورس ميك اب الاطلالات المميزه عباره عن تعليم 5 لوكات ميك اب. اول لوك هو الووتر بروف ميك اب، ميك اب المضاد للميه. لو انت مسافره او عايزه تحطي ميك اب تنزلي بيه البول، او انت ميك اب ارتست وبتحطي ميك اب لعروسه عايزاه يفضل ثابت لحد اكتر من 72 ساعه، التكنيك بتاعي في الووتر بروف ميك اب. تاني لوك هو السوفت سانكز ميك اب، زي الميك اب بتاع الفلترز بتاعت الانستجرام، ازاي تطلعي بشرتك اكنها فلتر، وازاي نرسم نمش بشكل طبيعي. واللوك التالت هو عباره عن لاتيه ميك اب بالوان البيج والبني، وازاي نعمل سموكي بالوان البني، وده اللوك يعني حلو جدا جدا. اللوك الرابع هو الكات كريس، ازاي نعمل كات كريس بالاي شادو، وهو سبانيش كات كريس شويه. ازاي نعمل كات كريس بمنتهى السهوله ويطلع حلو جدا، ونوسع العين مع ايلاينر ووينجد لاشز، وازاي نحط روج احمر. واللوك الخامس هو يعني في يعني ارت، يعني ارتستيك شويه، هو عباره عن الجرافيك ايلاينر، ازاي نعمل جرافيك ايلاينر، وكمان ازاي نركب الفيس ستارسز على الوش. لو انت عندك حنه، لو انت عروسه هتحتاجي الحاجات اللي هي طبعا مش استخدام يومي، بس اللوك الخامس ده من احلى اللوكات الارتستيك اللي انا بحبها. وبرده لو انت ميك اب ارتست مهم ان انت تكوني عارفه التفاصيل دي. فهو ده باختصار المحتوى بتاع الكورس الاول وبتاع الكورس الثاني. وطبعا لو حابين تعرفوا المحتوى بالتفصيل وعناوين الفيديوز، تقدروا تتواصلوا مع الفريق بتاعي على الواتساب، هم هيبعتوا لكم المحتوى والتفاصيل، او تدخلوا على الموقع هتلاقوا كل حاجه موجوده. فانا يعني حابه اشارك معاكم الانجاز اللي احنا عملناه، وعايزه اقول لكم ان احنا عائلتنا بتكبر الحمد لله، وما بقيناش في حتى في دول الوطن العربي بس، احنا كمان معانا عرب كتير جدا من يوروب ومن يو اس ومن يو كي ويعني استراليا، والحمد لله يعني بنتوسع، العيله بتاعتنا بتكبر كل فتره. ف I'm so happy, I'm so proud. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه هشارك معاكم كمان حاجات من الكورس عشان تستفيدوا، البنات اللي متابعين هنا على اليوتيوب. وان شاء الله نركز كمان اكتر على كونتنت اكتر للميك اب عشان نتعلم مع بعض خطوه خطوه. وبس كده، انا مش عايزه الفيديو يكون طويل قوي، يعني هو المفروض انا بطلع اسلم عليكم واقول لكم بس اختفيت ليه. مش عايزه ارغي كتير قوي يعني، هعوض لكم السنتين اللي فاتوا فيديو. فخلاص انا يعني عشان الفيديو ميبقاش طويل، استنوني في الفيديو ان شاء الله اللي جاي الاسبوع اللي جاي. وبس كده، اشوفكم على خير، باي باي.